يا صباح الفل. يلا نعمل كيكة حلوة قوي. كيكة الحليب التركية او التريليتشا او القشطوطة. بجد كيكة هايلة. شايفين الكيكة عاملة ازاي؟ طرية وهشة وجميلة قوي. لو اول مرة تشوفوني انا غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، ونشوف عملنا الكيكة الجميلة دي ازاي. اول حاجة، انا عندي 4 بيضات بدرجة حرارة الغرفة. هحط عليهم فانيلا واضربهم بالمضرب او في الخلاط. انا عاوزة البيض يعمل فوم كده معايا. شايفين الشكل ده؟ هحط 1.25 كوب سكر واضرب. شايفين عامل زي الكريمة كده. هحط معلقة خل، نص كوباية زيت، كوباية لبن، واضرب تاني. عندي 2 كوباية دقيق عليهم رشة ملح ومعلقتين صغيرين بيكنج باودر، وانا الدقيق نخلاه. هقلب من تحت لفوق كده نفس الاتجاه عشان الهواء ما يطلعش من الكيك. شايفين الخليط حلو قوي كده. عندي صينيه بقى ده حاطه فيها ورقه زبده. هحط فيها الخليط بتاعي. الفرن شغال على درجه حراره 180. اخبط الصينيه خبطتين كده واحطها على الشبكه في النص. اعمل بقى الكريمه. عندي كيسين كريم شانتيه، عليهم كوبايه لبن او كوبايه ميه ساقعه، واضربهم بالشكل ده كده. انا بحب احط مع الكريمه قشطه، بيبقى طعمها حلو قوي. هحط علبه قشطه او معلقتين قشطه واضرب. قوامها كده مظبوط. هحطها في التلاجة. الكيكه طلعت اهي ما شاء الله حلوه قوي. هعمل لها اختبار من النص كده بعصايه الشيش طاووق. العصايه طالعه نضيفه. هشيل بقى ورقه الزبده وهشيل وش الكيكه عشان اما اجي اسقي الكيكه اللبن تتشرب معايا كويس. عندي بقى كوباية لبن كبيرة، هحط عليها معلقتين حليب محلى مكثف او معلقتين سكر، وهسقي بيها الكيكة بتاعتي كده. واحط الكريمة بقى على الوش. لو حابين الكيكة تبقى ارفع من كده حطها في صينية اكبر من كده، لكن انا بحبها تبقى مرتفعة وحلوة كده. هي بتبقى طرية وحلوة قوي. اوزع بقى الكريمة واساوي الوش بتاعها كده او بظهر السكينة وابلها مية واسويها كده. هحطها في التلاجة بقى واعمل صوص الكراميل. كوباية سكر على النار، نار هادية. مش هقلب السكر الا لما ياخد لون كده. ابتدي اقلبه، واما السكر يسيح معايا ويدوب خالص بقوم حاطه مكعب زبدة كبير. وعندي كوباية لبن مدوبة فيهم معلقتين قشطة، والقشطة بتديله طعم حلو قوي. احط كده اللبن. هو السكر بيقفش كده اول ما تحط السوائل، وبعد كده بيفك مع التقليب. شايفين؟ فك اهو.
يغلي 8 دقايق كده وخلاص اطفي عليه، اسيبه يهدى شوية وبعد كده احطه في حاجة واوزعه بقى على الكريمة بالشكل ده كده. انا كنت سايبة شوية من الكريمة عشان اعمل ازين بيها الكيكة كده، اعمل خطوط كده بالشكل ده. وبعصاية الشيش طاووق بقى اعمل رايح جاي كده، بيعمل الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وبجد كيكة حلوة جدا، طعمها حلو قوي، وان شاء الله تعجبكم لانها بجد تحفة. شايفين الجمال؟ حلوة قوي. شايفين الكيكة عاملة ازاي؟ هشة وطرية وجميلة قوي، بجد تحفة. وبألف هنا، وما تنسوش تشتركوا في القناة. استنوني في فيديو جديد ان شاء الله. باي باي.